السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم يا حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى يومنا وانا رايحين المعرض. بصوا، هي تجربة جديدة، أول مرة أشارك فيها معاكم. أول مرة أعرض رسوماتي في المعرض. بجد كنت مبسوطة أوي بالخطوة دي. بجد كله كان مبسوط بيا، اللي أنا عندي أولاد واللي أنا برسم وبرضه بحاول أعمل حاجة، مش قاعدة في البيت وخلاص، لأ بحاول إن أنا أعمل حاجة على قد ما أقدر. يعني الحمد لله. ربنا يخليكم ليا، متحرمش من تشجيعكم ليا دايما يا رب. هنا وقفنا بقى ونزلنا من التوك توك، هتشوفوا المنظر جميل. الجو هناك كان حلو بصراحة، والعيال انبسطوا، وفي ألعاب وشجر والجو تحفة بصراحة. الجو كان تحفة جميل. والفكرة الحلوة اللي كانت رنوش حضرت، يعني فرحت بصراحة اللي هي جات وشاركتني فرحتي وحضرت معايا التكريم. بجد اليوم هنحل. شوف الجو كان جميل. هسيبكم بقى مع صوت الجو الجميل ده ونرجع تاني. وعايزة أشكر أبو أسد على وقوفه جنبي وعلى كل حاجة، وريان اللي كان واقف معايا يوم الحفلة مسنيش، حاسة اللي هو أخته اللي راحت تتكرم وكان معاها مسنيش خالص. ربنا يسعدهم جميعا يا رب، وما تحرمش من وجودهم أبدا. كل اخواتي اللي واقفين جنبي. هنا بقى كانت اللوحات والحاجات الحلوة اللي الأطفال مقدمينها، ما شاء الله عليهم، مقدمين حاجات حلوة كتير، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم. ربنا يسعدهم يا رب ويوفقهم. كانوا عاملين حاجات حلوة كتير وأشكال جميلة ولوح كويس. إن الأم تشجع طفلها على اللي هو يرسم، وتشجعه ان هو يعمل حاجة مفيدة، بدل ما هو مثلا يمسك التليفون او يلعب في الشارع. لا، بتشجعهم اللي هم يطلعوا ابداعاتهم. ما شاء الله، يعني الحاجات دي طفل عنده 6 سنين هو اللي عاملها، ما شاء الله عليه. والاشكال دي برضو ما شاء الله عليهم، يعني دي اطفال، يعني الحاجات دي كلها اطفال هم اللي عاملينها، مش كبار، اطفال. والمرسم كان فيه كبار واطفال. هنا كانوا بيعلقوا لسه الرسومات وكده، وانا رسمتين اللي محشورين هناك اهو. رسوماتي دي كلكم بقى حفظتوا اسمي، كلكم حفظتوا. اعمل ايه؟ يلا. انا كنتش اعرف اكتب ابو محمد، كان لازم اسمي. الرسومات دي انا اللي رسماها. ودي رسومات بقى الفنانين اصحابي. في برضو لوحات جميله تحفه بالالوان وكل حاجه، ما شاء الله عليهم. ربنا يسعدهم يا رب ويوفقهم ويبقى اكبر فنانين في الدنيا يا رب. هنا اللوحات اهو، كان لسه بيعلقوا بقى اللوحات، كان لسه هنا بيعلقوا اللوحات. ربنا يسعدهم جميعا يا رب ويوفقهم. بجد المنظر كان حلو، الجو جميل، والشجر والشمس والبحر. انا عايزه اروح تاني، اقعد كده استجم اقعد على البحر. اللوحه اللي هناك دي والمنظر، شوف المنظر يا عيال، ما شاء الله. استمتعوا. انا هتصور صوري بالظبط. انا هتصور. ده كله كان لسه بيعلقوا البراويز وبيعلقوا كل حاجة، يعني كل ده لسه كان لسه بيعلق. هنا مالك ابني بقى بيشرح لي، اسمعوا مالك بقى بيشرح لي الرسومات. انا اسكندريه.
شوف الحاجات دي. شوف الحاجات دي. عارفه الصورة اللي هو بيمسك نفسه فيهم ده، عاملين منه الاشكال دي، عاملين من الحاجات اللي هي زي مصاصه زي البحر. تعالى صور على البحر. ايوه بصراحة المكان كان تحفة تحفة تحفة. صورنا صور ياما على البحر بصراحة كان ما شاء الله عليهم برسومات بقى بقية الفنانين. المعرض كان فيه أطفال وكبار ما شاء الله عليهم، يعني اللي كانت قاعدة على الكرسي دي كان معاها جوزها برضو بيشجعها اللي هي ترسم، ما شاء الله على إبداعاتها جميلة ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الرسومات واللوحات والحاجات الجميلة ما شاء الله. في بالألوان وفي بالخشب. هنا بقى كانوا عليهم صور للأطفال برضو قعدت أصورها لكم بمساعدة ملك ابني. ملك كان مبسوط قوي وكان عايز يشارك رسوم. ملك بيعرف يرسم ومحمد بيعرف يرسم والاتنين بيعرفوا يرسموا، يعني ان شاء الله اوريهم الرسومات بتاعتهم ان شاء الله. المنظر كان تحفة والمكان كان جميل جميل والله. المكان جميل ومريح نفسيا كده، واللوحات والمكان واسع. ووقفنا بقى كل واحد قدام رسمته وجيل اللي بيقيم الرسومات ده معرفش هو اسمه ايه، بس ما شاء الله شكر في رسمتي وقال لي استمري واللي انت عندك اولاد بتحاولي ترسمي. انا ما والله العظيم مبسوطه بمحتوايا، مبسوطه اللي عندي حاجه بقدمها، مش بفتح لايف اتكلم او ما عنديش محتوى، لا انا عندي محتوى، عندي شغلي وعندي ويمكن الحمد لله يمكن لو حد طلب مني رسمه برضو ببعت لي هديه برضو او رزق يجيلي عيالي. كنت مبسوطه قوي. اليوم كان جميل. اصوركم بقى شويه صور. انا فرحت بتوته ورنوش حضروا معايا بصراحة. اليوم جميل ومحمود ورنوش ربنا يسعدهم يا رب ويوفقهم في حياتهم. يلا سلام.